عنوان المجاملة النهاردة هو موضوع حلقتنا النهاردة مع ضيفنا الكريم دكتور مجدي حسن علام، استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية وتعديل السلوك. دكتور مجدي، أهلا بحضرتك معانا يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ إيمان، أهلا بجميع العاملين في إذاعة الوادي الجديد ومستمع إذاعة الوادي الجديد. يعني قد إيه الإنسان طول ما هو عايش يا دكتور محتاج إنه يسمع كلمة حلوة، إنه حد يجامله بس في الإطار السليم من غير ما ينافقه أو يقول له صفات مش موجودة فيه بغرض إنه يكسب شيء معين، يعني سواء على المستوى المهني أو الاجتماعي أو ما إلى ذلك. بداية عايزين نعرف يعني إيه المجاملة وإيه صفات الشخصية المجاملة. اتفضل. عشان نوضح كلمة مجاملة وتعبير كلمة مجاملة والسلوكيات المجاملة، لازم نبقى عارفين يا أستاذ إيمان إن المجاملات في حد ذاتها بتقرب المسافات وبتنشئ العلاقات وبتزيح أي حاجة فيها خلافات. المجاملة في حد ذاتها بتتوقف على نية الشخص، آه، كونها ان هي ضمن حدود المعقول او بتتجاوز بعض الاحيان عشان تبقى كذب وتزيين للحقيقة. المجاملة تعد احتراما للآخرين لو كانت بتهدف لتحسين العلاقات. لازم المجاملة تتسم بالصدق، بنتجنب المبالغة في المجاملة. أما لو تحولت لمدح كاذب أو تزيين زائف للحقائق بهدف مصلحة، تحقيق مصلحة، بتتحول في الوقت ده إلى نفاق وبتفتقد الثقة. المجاملة قد تكون احترام أو نفاق. تكون احترام لما بيكون في تقدير الآخرين، بتظهر المشاعر، بتظهر حسن التعامل بدون تزييف للعلاقة أو للمجاملة. المجاملات بتحسن العلاقات، أيوة، لأنها ضرورة اجتماعية عشان يبقى في حاجة جميلة كده في العلاقات بتسهل التعاملات اليومية بين الناس. المجاملة مش لازم بهدية، ده المجاملة ممكن بابتسامة، المجاملة ممكن بإيماء بالرأس، خاصة ما بيكون في التزام بالأعراف الاجتماعية. لازم المجاملة تبقى بكلمة بيكون ليها تأثير قوي جدا يا دكتور. بالتأكيد. ما أنا النهاردة ممكن أجامل زميل أو زميلة بإيماء بالرأس، كأني بقول لهم صباح الخير أو إزيكم، بابتسامة بتبقى بشوشة، بتظهر عمق العلاقة وعمق الاحترام. المجاملة طالما في حدود المعقول وما بتتجاوزش الصدق، بمعنى ما بحسنش الكلام بزيادة، ما بزينهوش بطريقة ما تضرش الحقيقة، ده في الوقت ده بيبقى مجاملات صادقة خارجة أو نابعة من القلوب عشان هي باحترام. طب امتى بقى بتتحول لنفاق؟ يعني اللي هي ايه تأثير المجاملة كسلوك اجتماعي ذو حدين بقى، يعني حد ايجابي وحد سلبي. ما هي دي فوائدها. اما انا النهارده انا عايز اوضح للساده المستمعين امتى تتحول المجامله لنفاق. نعم. لو هنزين الباطل، لو استخدمت المجامله عشان اغطي حاجه سيئه او سلبيه حصلت، او همدح شخص انا عارف ان هو سيء السلوك، ده يبقى نفاق. ممكن أبالغ في المجاملة عشان من خلال مبالغتي في المجاملة أنا هضلل الآخرين بشيء مش حقيقي، وده للأسف بنلاقيه في العمل لبعض الناس اللي بيخشوا في المجاملات الكاذبة أو اللي فيها نفاق. هو في نقطة يا دكتور، سمعنا إنه إذا أردت إن أنت يعني تسقط يعني سقوط شخص قدامك أو تدميره، جامله بزيادة. وده المجاملات الزيادة ويحطه في وضع غير وضعه وفي مكانة غير مكانته وفي قدرات غير قدراته، كده أنت بتعمل سقوط ليه، يعني بتعمل له انهيار.
ما هو بيبقى مصلحة شخصية، مم. عايز اكسب رضا الاخرين ومفيش صدق. طبعا. الفرق الاساسي يا استاذة ايمان ما بين ال- الاحترام والنفاق الصدق والنية. مبنية المجاملة ما بيني وبين الاخرين على احترام وصدق هتساهم في بناء علاقة صحية، لان هي احترام وذكاء اجتماعي. اما لو كان التضليل وزيف هنحقق مصلحة او كسب غير مرغوب، بيبقى نفاق اجتماعي بامتياز. مم. ما نقدرش نقول برضو ان كل اللي بيجامل كذاب، لا، يعني في كتير صادقين وفيهم مشاعر ود بتكون صادقة يا دكتور. بالتأكيد، لأن المجاملة كسلوك اجتماعي بتكون ذو حدين زي ما حضرتك قلت. النهاردة عشان أنشر الإيجابية إما بستخدمها بصدق، إما بحسن التواصل الاجتماعي، بعزز الثقة بالنفس، دي المجاملات الطبيعية. أما المجاملات المفرطة أو الغير صادقة بتفقد الثقة في الآخرين، بتخلق بيئة من النفاق، بتلحق الضرر بالعلاقات الإنسانية، بيكون لها تأثير سلبي على الصحة النفسية للأفراد. وأنا يعني بشكر حضرتك النهاردة إن أنت اخترتي موضوع في منتهى الأهمية في التوقيت اللي احنا بنعيشه أو في العصر اللي احنا بنعيشه، لأن كثرة المجاملات التي يحيط بها النفاق إلا من رحم ربي، الناس الصادقة اللي بيبقى هدفها ان هي تعزز روابط اجتماعيه. طيب. المجامله في حد ذاتها يا استاذه ايمان ليها فوائد. اما بتعزز العلاقه وبتقوي الروابط بين الافراد في المجتمع، اكيد المجامله بتسهم في علاقات قويه. اما بتكون المجاملات الصادقه بتخلق جو كده من الايجابيه، بتنشط مراكز المكافأة اللي بتبقى في الدماغ، بتعزز الروح المعنوية، بتحسن الثقة بالنفس. ودي مهمة للناس اللي بتشتغل في أعمال بتحتاج المجاملات عشان يكون إنتاجيتها أكتر. طيب دكتور مجدي حسن علام، استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية وتعديل السلوك، هي زي ما حضرتك قلت إنتاجيتها أكتر، ده احنا هنشوفها على كذا مستوى، على مستوى علاقة الأم بأبنائها إنتاجية هتكون شكلها إيه، الزوج مع الزوجة إنتاجها إيه، حتى الرئيس ومرؤوسين وما إلى ذلك، كل ده فعلا هتحسن في الإنتاجية. لكن قبل ما نسأل السؤال ده وندخل أكتر وأعمق في موضوع المجاملة، عايزة أعرف إيه تأثير المجاملة على الدماغ يا دكتور؟ والله حضرتك يعني انت تعمقت في علم النفس يا استاذ ايمان، وانا شاكر لحضرتك يعني في اختياراتك. المجاملات لها تأثير صحيح على الدماغ، لأنها الإطراءات اللي بتتقال أو بتتقال من الناس لبعضيها، دي بتبقى ناقل عصبي اللي هو الدوبامين، اللي هو مادة أساسية للشعور بالسعادة. الدوبامين ده من أساسيات السعادة في الدماغ. اما بيحسن جوانب زي التعلم، بيحسن النوم، بيحسن المزاج العام، وبيساعد كتير قوي في التذكر. يعني ده بيحسن وظائف الدماغ بنسبة كبيرة جدا، وبيحسن الحالة النفسية للشخص ذات نفسه. تمام، لان حضرتك انا النهارده في حد بيجاملني، في حد بيبتسم لي، في حد بإيماءات كده من الايد او من الرأس، او إيماءات تدل على ايجابية، فده كلها بيكون انعكاس من العقل على الجسد، فبتبقى ليها صحة نفسية جيدة. تمام. دكتور مجدي، اهلا بحضرتك مرة تانية. اهلا بيك يا استاذ ايمان، واهلا بمستمع اذاعة الوادي الجديد. لازلنا مع حضرتك النهارده أهمية فن المجاملة لحياة الإنسان. نقدر نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيجامل،
وكان بيعطي ألقاب وكنى للصحابة ده تحببا وتقربا لأصحابه، يعني ده وارد في الإسلام ولكن بعيد عن النفاق. بالتأكيد حضرتك يعني ولكم في رسول الله أسوة حسنة. عليه الصلاة والسلام. نعم. النهاردة يعني ده احنا داخلين اهو إن شاء الله في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، عليه الصلاة والسلام. وقد إيه كان سيدنا النبي بيجامل حتى زوجاته وأصحابه، نعم. و يعني حتى في القرآن الكريم في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. نعم. التعارف حضرتك من خلال حسن العشرة وحسن المودة وحسن التعامل مع الآخرين، لأنها هي بتبقى مهارة وفن. نعم. مش أي حد بيعرف يجامل، مش أي حد يعرف يتعامل. والنهارده حتى علاقة سيدنا النبي مع زوجاته ومع أهل بيته ومع أصحابه، يعني كان بيبقى حاجة جميلة جدا إن الواحد إما بيعرف قد إيه تعاملات سيدنا النبي. والنهارده يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة في المسجد، وكان بينهم رجل أسود اسمه ذو الخويصرة التميمي. الرجل ده أتى للنبي وهو يعترض على قسمة الغنايم، فقال له: يا محمد أعدل. فرد عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ثم قال: لعلك تظن إني لا أعدل. ثم قال ذو الخويصرة: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. الصحابة بقى غضبوا وهموا بقتله، ولكن سيدنا النبي منعهم وقال: دعوه، فإنه سيأتي قوم يحسنون الصلاة والصيام والعبادة، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وترك النبي الرجل يمضي ولم يعاقبه. القصة دي بتظهر إزاي سيدنا النبي كان عنده حسن التصرف، حسن المجاملة نعم. بطريقة فيها حلم، فيها صبر. طبعا طبعا. والنهاردة الناس حتى الأصحاب اللي كان بيتكلم دايما معاهم ويعلمهم، كان بيمنع أي رجل يحضر الحلقات بتاعته بدون أن يكون له ذكر من أولاده. سيدنا النبي يا أستاذ إيمان عليه الصلاة في والسلام. القصص الكثيرة، لأن أخلاقه الرحمة واللطف، نعم. وهو كان قد إيه زي ما القرآن قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، نعم. في سورة التوبة. هم كان يعني سبحان الله رسوله عنده يعني مسؤولية أمة بأكملها، ويجامل حتى الأطفال. يعني كان في طفل اسمه عمير ومعاه طائر بيلعب بيه، فالرسول عليه الصلاة والسلام سمى الطائر بتاع ده النغير، وكان يسأل عمير الطفل: يا عمير ما فعل النغير؟ وسمى النغير على وزن عمير. يعني شوف المجاملة والتحبب والتودد. يعني سبحان الله، واحد شايل مسؤولية عظيمة ما عندوش وقت لحاجات زي كده. لا، حتى الأطفال ليه وقت إنه يقعد معاهم ويداعبهم ويلاعبهم ويجاملهم. فعليه الصلاة والسلام فعلا هو القدوة والمثل الأعلى. طيب، دكتور مجدي حسن علام، استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية وتعديل السلوك، إيه هي قواعد المجاملات؟ القواعد دايما بنقول اللي هي مجموعة العادات والتقاليد اللي احنا ماشيين عليها في كل دولة طبقا لقواعد والتقاليد والعادات ودي الناس بتتبع العادات والتقاليد دي يا أستاذ إيمان عشان بتدعم العلاقة، بتدعم الصلة بين الأفراد مع بعض. المثال: أنا النهاردة في صديق عنده حالة وفاة، بروح أعزيه، ده العزاء. في حد وقع أو حصل له كارثة، لازم أكون معاه بقدم مساعدة.
في زميل أو زميل أو قريب أو أي حد مريض بزوره، في الأعياد والمناسبات بنهني بعضينا، في العمل بنوجه السلام وبنرد التحية. كل دي اللي احنا بنقول عليها العادات والتقاليد اللي بتفرض نفسها في العلاقات وتقديم المجاملات. طيب، دي قواعد المجاملات. هل في وقت يستوجب على الإنسان عدم المجاملة؟ طبعا. إمتى وإزاي وليه؟ أول حاجة ما جاملش على حساب نفسي، ما تضحيش بسعادتك عشان ترضي غيرك، ما تحاوليش تلفتي انتباه حد مش منتبه لوجودك. الإنسان له قلب واحد، ما يشغلهوش ولا يؤذي هذا القلب بالأشخاص الخطأ في محيطي. لازم أعيش حياتي على مبدأ السلام ليا ثم اللي حواليا. اللي بيأتيني بعطيه مثل ما آتاني به، اللي بيؤذيني ببتعد عنه واجعله درس لخبراتي وفي الحياة. ما جاملش عشان أنا مش عايز أجامل، ما جاملش عشان أنا حاسس إن مجاملتي هيبقى فيها نفاق، ما جاملش اما احس ان انا هيبقى بينظر ليا اسلوب غير لائق لشخصيتي في مجامله زائفه. يا دكتور بحس إن ممكن شخصية تكون واخدة أكبر من حجمها، فالمجاملة ليها بتخليها تزيد فيها أكتر في التعامل بالتعالي، فأعتقد دي حالة من الحالات اللي يستوجب فيها عدم المجاملة. كل الوجوه اللي بتبقى كاذبه يا استاذه ايمان بتسقط الاقنعه عشان تظهر حقيقه هذه الوجوه. دي نظريه بحته. مفيش حد بيفضل كاذب الا ما بيسقط قناع الكذب وبتظهر الحقيقه. وللأسف في ناس بيبقى لابسة كذا وجه، كل ما بيسقط وجه بتحاول تطلع الوجه الآخر إلى أن يكشف الحقيقة. زي ما بيقولوا إذا أردت أن تخدع بعض الناس بعض الوقت فلن تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت، حتى لو من خلال المجاملة مش هتقدر، هتتكشف في الآخر يعني. المجاملة يا أستاذ إيمان أدب، المجاملة احترام، المجاملة لباقة، المجاملة تقدير ذات. دي المجاملة النهاردة. الاحترام والإعجاب وتقدير شخص ما، يعني ممكن أقول له كلمة، ممكن يكون في فعل مهذب. المجاملة ليها معاني وليها أوجه، ودي مهمة جدا في حياتنا. طيب، نقطة ندخل فيها في العمق شوية في العلاقات الاجتماعية والإنسانية يا دكتور، المجاملة بين الأم وأبنائها. كتير من الأمهات يعني تقول لك أنا مش هجامل أولادي، أجاملهم ليه؟ أنا بحبهم، ده شيء فطري ومعروف وحبهم في قلبي، فهي بتحس إن هي غير مطالبة إن هي تظهر ده. فاحنا دايما بنقول لا، لازم تظهري ده لأولادك بالتعبير بالأفعال والكلام، لأنه دايما بنقول اللي في قلبك ربنا سبحانه وتعالى بس اللي يعلم بيه. فدائما في علاقاتك مع أولادك ونحن عارفين إنه بالفطرة بتحبيهم، لا اظهري ده ليهم. تظهر ده ازاي وتأثير ده ايه على الأطفال يا دكتور؟ احنا دايما لما بنقول علاقة الأسرة بأبنائها لازم تكون علاقة صحية، علاقة بتطلع لي أجيال عندها صحة نفسية سليمة نفسيا. النهاردة الأم اللي بتيجي بتاخد ابنها أو بنتها في حضنها عشان تاخده كده وتطبطب عليه بالراحة بتديله الأمان، بتعزز الثقة عنده. النهاردة اما الاقي ابني متفوق وبشجعه، ايه المانع ان انا اقدم له هدية، اجامله بهدية، اجامله بكلمة، اجامله باسلوب فيه ابتسامة. المجاملة من الام لابنائها بتنعكس على شخصية الابناء. بتنعكس ليه؟ لانه بيحس بروح جميلة معاه، بتشاركه، بتحسن من سلوكياته، بتحسن من أدائه،
بتزيد من الاتزان العاطفي عنده، ودي ليها تأثير إيجابي جميل قوي في مجاملات الآباء والأمهات لأبناء. نعم. الأبناء اتفضل. بيجاملوا الأمهات في عيد الأم، بيجاملوها وبيقعدوا يفكروا هيجيبوا إيه في عيد الأم. في الأعياد والمناسبات بيدوروا على إن هم يجاملوا أمهم إزاي، بس هي ما بتبقاش مجاملة، دي بتبقى حالة صحية نفسية، بتبقى نابعة من الأولاد والأبناء تجاه الأم والأب. تمام. يعني عايزين نؤكد على نقطة برضو يا دكتور، كل أم مطالبة إن هي تعبر عن حبها. مفيش واحدة تقول ما معروف، ما يعني الحب في قلبي ده فطري. الطفل ما يفهمش ده، ممكن يتخيل لو هي ما عبرتش عن الحب ده ممكن الطفل يتخيل أو يتوهم إن والدته ما بتحبوش. لكن الأم الذكية زي ما حضرتك قلت اللي بتعبر ده سواء بلمسة أو بكلمة أو بلفتة، أولادها بيكونوا أسوياء صحيا ونفسيا، ومتهيألي ده حتى كمان بيأثر على ذكائهم أيضا، والذكاء الاجتماعي والذكاء العقلي. تمام كده؟ بالتأكيد زي ما حضرتك بتقولي، فن تربية الأولاد ده فن. الثقافة في تربية الأولاد دي ثقافة. النهاردة ما بنقول إحنا أولادنا وأطفالنا بننشأهم وبنربيهم وبنعلمهم وبنوجههم وننصحهم، دي آخر مرحلة. المراحل دي يا أستاذ إيمان لو بصينا فيها هنلاقي الفن في إزاي يتعامل مع أولادي، إزاي أخلي أولادي بعزز الأثر النفسي وسلوكياتهم، سواء في المجتمع الصغير النواة اللي هي الأسرة، ولا المجتمع الكبير اللي بيخرج يواجهه. بالتأكيد المجاملات في محيط الأسرة والمجتمع مطلوبة، لأن النهاردة ليها تأثير صحة نفسية جيدة على الأبناء، وبالتالي على الأمهات لما تلاقي في تقدير من أبنائها لمجهوداتها بيبقى ليه تأثير يعني قوي جدا على الأم، وبيعزز السلوك عند الأولاد، وبيعزز الصحة النفسية عند الأمهات. تمام. كمل حديثنا النهاردة عن فن المجاملة وأهمية المجاملة في العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة يا دكتور. اتفضل. والله يا ريت الناس تتعلم ازاي الزوج والزوجة يجاملوا بعض، عشان النهاردة القرآن الكريم ما ذكر المودة والرحمة، المودة في العلاقة الزوجية والرحمة بين الزوج وزوجته والزوجة وزوجها، وقد ايه ليها تأثير في الانفعالات العاطفية في العلاقات الزوجية، في السلوكيات للتعامل بين الزوج وزوجته. اما بنقول لغة الحوار ما بين الزوجين لغة احترام، دي لوحدها كفيلة ان هي تعبر ما بين الاتنين قد ايه في علاقة زوجية ناجحة. والعكس صحيح، حالات الطلاق اللي بيبقى فيها العند وكل واحد بيعلي صوته وكثير من العلاقات وتدخل الطرف الثالث، كل الحاجات دي بتدمر العلاقات الزوجية. العلاقة الزوجية أستاذ إيمان على قد ما احنا بنقول بعض المنغصات، اللي هي بنقول بعض التوابل كده زي الشطة والملح والفلفل بتحط على الأكل، مطلوبة تبقى في العلاقة الزوجية بس تكون باحترام. مطلوبة في العلاقة الزوجية بس تكون بأريحية. قد نختلف بس المهم نأتلف، مش ننهي العلاقة. الاختلاف مش معناه انهاء، الاختلاف لازم يكون بعديه ائتلاف عشان نقرب وجهات النظر. المجاملة بين الزوج وزوجته لما بيحتفلوا بعيد جوازهم بيبقى فيه مجاملات جميلة جدا وبتعيد الذكريات. المجاملة بين الزوج وزوجته بمناسبة أول لقاء، وبيفتكروا وبيتذكروا وبيروحوا الأماكن اللي اتقابلوا فيها في الأول. في ناس تقول يا دكتور احنا فاضيين. أيوة فاضيين، فاضيين لأن لازم نجدد النشاط الزواج. الزوج والزوجة لازم يجددوا النشاط في العلاقة اللي بينهم. العلاقة الزوجية مش علاقة حميمية بس، العلاقة الزوجية علاقة
لطف، علاقة تعامل، علاقة حسن عشرة. آه، ليه أنسى عيد ميلاد زوجتي؟ وليه أنسى عيد ميلاد زوجي؟ ليه أنسى عيد جوازنا؟ ليه أنسى عيد اللي احنا بنحتفل بيه مع بعضينا، عيد ميلادي أو عيد ميلادها؟ ليه؟ مفيش حاجة اسمها الضغوط. اكتب في أجندة أو اكتبي في الأجندة قدامك عشان ما تقوليش اللي انت ناسية. لا بالعكس، النهاردة لازم يكون في علاقة. العلاقة دي على قد ما هي بتكون موجودة وبتكون فيها علاقة حسنة، بتأثر تماما على العلاقات الزوجية على المدى الطويل. تمام. يبقى مهم جدا المجاملة بين الزوج والزوجة زي ما حضرتك قلت، ولو بأبسط الأشياء. يعني يمكن وقت نقول معناش التكلفة المادية عالية، ازاي هنعمل احتفالات عالية عشان نعيد الذكريات، ما حضرتك قلت بالكلمة، بالابتسامة، بالتقدير، بالاحترام، كل ده نوع من المجاملات وبيؤدي لزيادة روابط سعادة بين الزوج والزوجة. طيب، لو اتكلمنا يا دكتور عن المجاملة بين الأقارب وأهمية ده في زيادة الروابط الاجتماعية وصلة الأرحام، وده بيدي ده نوع من الدعم النفسي رائع يا دكتور. أنا أسمع كتير بيقول لك أنا بحس بالسعادة والدعم النفسي لما أكون وسط عيلتي. أهمية المجاملة بين الأقارب وزيادة صلة الأرحام والروابط الاجتماعية. اتفضل. قمة الفرحة والسعادة في الأولاد والأحفاد والعائلة في التجمع. قد إيه بيكون له تأثير نفسي جميل قوي، وبيدي أريحية نفسية للعيلة. وزي ما بيقولوا العيلة وعيلة العيلة. النهاردة بيبقى التجمع ده بينتظروه الكبار قبل الصغار، لأن هم بيستعيدوا الذكريات. النهارده اما بناخد في الاعياد الكحكه، او ناخد بقى الفته الجميله باللحمه ونروح نشوي بقى في بيت العيله، قد ايه بيكون ليها تاثير نفسي، قد ايه بتبقى الروابط كبيره وليها علاقات قويه. احنا بنشوف عائلات الاولاد ما بيعرفوش عماتهم ولا ما بيعرفوش خالاتهم لانهم ما شافوهمش. نعم، للأسف. للأسف الشديد أصبحت النهاردة العلاقات الإنسانية ما بين الاتنين مش موجودة. العائلات مش موجودة. كان زمان في حاجة جميلة كده، كانوا هما بيغنوا يقول لك فاكر لما كنا لما جوه طشت بنستحمى والدولاب مسمار في حيطة. ايه ده؟ الناس دي كانت بتجيب الكلام الجميل ده وبتطلع الكلمات الحلوة اللي بتعبر عن أريحية نفسية وسعادة بهذه المجتمعيات أو الاجتماعات. الاجتماع بين العيلة والمجاملات في الأعياد والمناسبات بتقرب العلاقات، بتخلي قد إيه الأبناء بتعتمد في أخذ الرأي والفكر من أعمامها ومن خلانها. في عائلات ما يعرفوش بعض، صدقيني. نعم. الأولاد ولا فاكرين عماتهم ولا أعمامهم ولا خلانهم ولا خالاتهم. فقد ايه ده بيكون ليه تأثير سلبي في العلاقات، وقد ايه بيكون ليه تأثير ايجابي في المجاملات ما بين العائلات. نعم، زي ما حضرتك قلت، المجاملات بين العائلات او في اطار صلة الرحم بتدي سعادة وبتدي احساس للفرد بعد ربنا انه في دعم وسند ليه في الحياة. دايما الانسان عايز كده. ما هو احنا الانسان خلق انه كان اجتماعي بطبعه، ما اتخلقش لوحده ابدا. حتى احنا بنقولها بالمثل كده، الجنة من غير ناس ما تنداس، فما بال اقاربنا دول اول حلقة لينا. التواجد في الحلقة دي بشكل ايجابي بيدي سعادة وبيدي احساس بالدعم والسند في الحياة. لكن لما نفقد ده للأسف بيدي مشاكل نفسية كبيرة جدا. فده أهمية دايما إن احنا نكون في روابط اجتماعية مع أقاربنا يا دكتور. طيب دكتور، واحنا كده في إطار خلاص الفترة أوشكت على الانتهاء، إيه هي أنسب النصايح اللي حضرتك ممكن تديها لنا في فن المجاملة؟ والله انا يعني نفسي المجاملة تبقى من النواهي الأساسية للمجتمع اللي هي الأسرة مع بعض. مجاملة الأب لأولاده وتقديره ليهم في نجاحهم أو في أعمال الجيدة، ده تقدير.
بيأثر على العلاقات ما بين الأب وأولاده. قد إيه التقدير ما بيكون قوي جدا في الأم اللي بتبذل مجهود خلال العام في مذاكرة لأولادها واهتمامها. تقدير قوي جدا لما بييجوا يشكروها يبوسوا إيديها. قد إيه بيكون ليه تأثير إيجابي عليها إن هي بتحس إن هي بذلت مجهود معاهم، وقد إيه هم بيعبروا عن سعادتهم بنجاحهم أو بفرحة وجود الأم معاهم واحتفالها بنجاحهم. الزوج، لكل زوج أنت لو أنت مروح كده خدت وردة، يا دكتور هو أنا ألاقي إن أنا أجيب حتى مش عارف، طب شوكولاتاية عشان خاطر، وانت داخل عليها بشوكولاتايه كده او ورده، والله ليها تعزيز للعلاقات والروابط العاطفيه والنفسيه للزوجه. معيش بكلمه وانت داخل كده تقول لها يا والله وحشتيني، انا اليوم كله ضايع مش عارف اعمل اي حاجه إلا لما بتجيلي في ذاكرتي انا بحب اليوم. يعني الإطراء ده بيختلف بقى من رجل لرجل ومن امرأة لامرأة، وحتى وهو داخل ما تتشيلوش الهم وهو داخل. ربنا يخليك لينا، ده انت اللي تعبان عشاننا. ما هو بيبذل مجهود، لان النهارده القوامة للرجل، فهو مسؤول عن كل ما يدار في بيته من توفير المادة ومن توفير الأمان والراحة وكل الكلام ده احنا بنقوله. ده بالنسبة للأسرة. الناس لما تتعامل مع بعض اتعاملوا بسلاسة وباحترام، اتعاملوا، لأن النهاردة محدش عارف مين اللي هيوصل مين إلى في نهاية المطاف. لازم نتعامل مع ناس، احنا لما بنيجي نطلع عمرة أو حج بنلف على كل الأصدقاء والأصحاب، بنطلب منهم إن هم يسامحونا لو كنا أخطأنا في حقهم، لأن أنا رايح أغتسل وراجع عشان راجع مغفور للذنب. بس مش هيتغفر ذنبك الا لما يسامحوك اللي انت اخطأت في حقه. سامحوا. السماحة جميلة، ان احنا نسامح بعضنا. ربنا بيغفر، فلازم نغفر ونسامح. العلاقة ما بين الموظفين ومديرهم او المدير وموظفيه لازم تبقى فيها علاقة احترام. لازم يكون في أسس وقواعد ومبادئ، مش ده حلو وجميل بيجي يقول لي كلمتين حلوين يبقى ده اللي برقيه بسرعة، وده اللي بيقعد شغال ومكفي على الورق اللي معاه وبيبذل مجهود. لا، أجلوه شوية. ليه؟ ربنا ميزان عدل، ده في السماء وفي الأرض. فانتوا بقى بيننا وبين بعضينا كبشر لازم يبقى في ميزان إنسانية موجود بيننا وبين بعضنا. تمام. دكتور مجدي حسن علام، استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية وتعديل السلوك، دي كانت فترتنا النهاردة عن فن المجاملة. نورتنا، بنشكر حضرتك على الحوار الرائع ده. شكرا لحضرتك يا أستاذ إيمان، وشكرا لجميع العاملين في إذاعة الوادي الجديد، وشكرا لمستمعي إذاعة الوادي الجديد، وشكرا لاختيار حضرتك موضوعات هادفة بتفيد المجتمع المصري والشرق الأوسط إن شاء الله. شكرا لوجود حضرتك معنا.